كما أسلفت في العناوين، غادة هزة سواحل الناظور شخصان فقط لا زالا يرقدان بالمستشفى بعد خضوعهما لتدخل جراحي من أصل 15 شخصا أصيبوا بردود وكسور متفاوتة. زلزال فجر أمس الذي ضرب منطقة الريف بقوة 6.3 على مقياس ريشتر أثار موجة هلع لدى الأهالي، خاصة بعد تناثر شائعات قوية عبر مواقع إخبارية تدعي احتمال حدوث هزات أخرى أكثر قوة، أمر يكذبه أهل العلم كما سنتابع في ريبورتاج عبد الحميد المرابط ومحمد حجوب. من أصل 15 حالة استقبلها مستشفى محمد الخامس بالحسيمة جراء آثار زلزال فجر أمس الاثنين، والتي تتوزع ما بين الهلع الشديد والإصابة بردود وكسور متفاوتة، شخصان فقط لا زال يرقدان بالمستشفى بعد أن خضع لتدخل جراحي بدأ على إثره يتماثلان للشفاء. ما حسيتش براسي، أول حاجة بانت لي هي السرجم، واللي كان قريب ليا تاع السرجم كنقز كنجي على رجليا كنت تهرست. الحمد لله جيت لهنا لوبيطال لقينا كاع الاطباء كلشي كيتسنى الحمد لله. وما صحيح استقبلني فكاد انا الزوار 2004. بمجرد أن زلزلت الأرض تذكرت هزة 2004. حاولت الفرار عبر باب المنزل إلا أنني لم أتمكن من ذلك. لم أتمالك نفسي وقفزت من الطابق الثاني عبر النافذة، مما تسبب لي في كسر على مستوى الرجل. حاولت استجماع قواي من أجل الوقوف لكن دون جدوى. 15 حالة، فيها 7 ديال الحالات فيها كسور و دي لوكساسيون دي زونتورس. 3 ديال الحالات منهم استدعوا الجراحة، و3 ديال الحالات ديال كسور و دي زونتورس في لي ممبر انفيريور. هادو خداو التريتمون اورتوبيديك حتى هما وخرجوا. زلزال فجر أمس وإن لم يخلف لألطاف القدر خسائر بشرية أو مادية، إلا أنه تسبب في موجة هلع لدى السكان غذتها تناسل شائعات قوية نقلتها مواقع إخبارية إلكترونية على نطاق واسع باحتمال حدوث هزة أرضية أخرى. بالنسبة يعني للعلم ما متمكنش أنه يعني يدير يعني تنبؤات يعني حول يعني الوقت ولا المكان اللي غادي تحدث فيه، وبالتالي كتبقى غير شائعات، إما أنها ناتجة عن واحد سوء فهم ديال بعض الأشخاص. يعني فلأن رجعت أنا شفت ديك التصريحات ديك اللي دارت في المليلية ولا ديك الإنذارات في المليلية، فما يعني ما فيهاش تماما ديك الكلام. إذن هو سوء فهم اللي من بعد نقلته للأسف حتى بعض المواقع. أما حدوث سلسلة من الهزات الارتدادية المتكررة فهو أمر متوقع ولا يستدعي الفزع. ملي كنقولوا الزلزال يعني أن على مستوى يعني واحد الفالق معين، واحد الانكسار معين، كانت تراكمت واحد الكمية من الطاقة اللي الكرة الأرضية يعني خرجتها تنفستها، وبالتالي يعني ماشي غادي تجي هذيك الهزة وغادي توقف، يعني بحال اللي رمينا شي كرة غادي تطلع الفوق تبقى شوية بشوية بشوية حتى أنها تهدد. هذا ويعد زلزال فجر أمس الاثنين الذي حددت بؤرته بعرض سواحل الناظور بقوة 6 درجات فاصل 3 أقوى هزة أرضية تشهدها منطقة الريف بعد زلزال 24 فبراير من عام 2004 الذي خلف مئات القتلى والجرحى.